اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا، وارزقنا صبرا جميلا. اللهم يا فاتح الأبواب وجامع الأحباب، أسألك في هذا اليوم أن ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب، واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب، واجعل يومنا سعيد وعمرنا مديد، واجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم افتح لنا بابا، ويسر لنا أسبابا، وأصرف عنا عذابا. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي اللي موجودين معايا في القناة واللي بيسمعوني دلوقتي؟ بجد وحشتوني جدا جدا بجد. يعني بتأسف عن الغيبة الطويلة اللي انا غبتها دي، اللي كانت غصب عني. بس طبعا اللي متابعني عارف ان انا كنت بمر بأزمة صحية، والحمد لله اللهم لك الحمد يا رب، انا الحمد لله بخير وبقيت كويسة خالص. واقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا ما كنت النهارده هصور، ولا كان في دماغي تصوير خالص الايام دي. بس من الحاح ناس كتير بتسأل عليا وبيبعتولي على القناة: سمورة طمنينا عليكي، سواء مها حبيبة قلبي، سواء موني شانل قناة موني، سواء ناس كتير من متابعيني طبعا من خارج مصر بيسألهم انت فين، رجع للقناة وكده. لو هم حتى 2 3 انا بشكركم جدا، بشكركم على سؤالكم عليا، وبحب ان انا اطمنكم انا الحمد لله بخير. والله ما كنت هصور خالص دلوقتي غير علشان خاطركم، حبيت ان انا اطلع اطمنكم عليا. بجد الفترة اللي احنا بنمر بيها كلنا في مصر الايام دي فترة صعبة جدا. يعني انا واحدة من الناس كامكانيات كده ما بقتش عارفة ان انا اصور زي الاول. طبعا انتوا عارفين ان الاسعار يعني مش بقت غالية ولا بقت نار، لا الاسعار خلاص ما بقتش في متناول اي حد. يعني حرفيا كده الناس الله المستعان، ربنا يكون في عونها ويقويها يا رب. ده بالنسبة لتأخير على القناة وان انا ما كنتش عارفة اصور وكده. في موضوع تاني مهم جدا، وده سبب كمان من الاسباب ان انا عايزة اطلع اتكلم فيه، وهو الزلازل اللي حصلت في سوريا وفي تركيا. طبعا يعني انا واعوذ بالله من قولة انا والمفروض كلنا ننعي كل الناس اللي ماتت، ربنا يرحمهم يا رب، ويصبر ذويهم ويصبر اهلهم، ويشفي اطفالهم يا رب، اللهم امين، يشفي كل اطفالهم يا رب، ويرحم كل من مات تحت الانقاض، وربنا يشفي مرضاهم يا رب، اللهم امين. طبعا انا الموضوع ده يا جماعه كان مؤثر فيا، بصوا بقى مش قادره اقول لكم قد ايه. طبعا انا سايباكم تشوفوا الفيديو كده، هو شارح نفسه يعني. الموضوع بتاع الزلازل والناس اللي انا كنت بشوفها، كنت كل ما بقول انا خلاص مش هشوف الفيديوهات بتاعتهم تاني، برجع وبشوف الفيديوهات غصب عني وبحزن حزن مش قادره اقول لكم. انا ربنا العالم انا حالتي النفسيه كانت عامله ازاي. وما زالت كل ما بشوف حد تحت الانقاض او بيطلعوا طفل من تحت الانقاض، او طفل تعبان او اي حاجة، يعني بصوا بتأثر نفسيا وبتعب نفسيا جدا. بحس ان اي حاجة في الدنيا بعد اللي حصل في سوريا وحصل في تركيا، والاطفال والناس وايمانهم بربنا وتمسكهم بالحياة، الاطفال اللي طلعت من تحت الانقاض، اي حاجة في الدنيا ملهاش اي لازمة، ولا قناة ولا تصوير ده بالنسبة لي، ولا اي حاجة خالص، غير ان البني ادم يتمسك ببصوا بقى بحبال اللي بينه وبين ربنا كلها. يعني ربنا سبحانه وتعالى كده ما يقدرش علينا ولا على المسلمين يا رب اي حاجة وحشة في الفترة اللي جاية، علشان طبعا انتوا عارفين ان رمضان على الابواب، كل سنة وانتوا طيبين. بس طبعا يعني الناس نفسها مسدودة، غير ان في غلاء اسعار. في يعني غلاء الاسعار ده مش حاجة، الحمد لله ان احنا امنين مطمئنين في بيوتنا مع اولادنا بصحتنا، اللهم لك الحمد. طبعا انتوا كلكم شفتوا وكلكم يعني
اكيد كلكم شفتوا فيديوهات للاطفال اللي تحت الانقاض وللناس اللي ماتت وكده، واكيد برضو متأثرين نفسيا برضو. وكمان حابة بمناسبة الموضوع ان تحت الانقاض والناس والزلازل واللي حصل، انا مش عايزة الناس تستغل بعضها يا جماعة، يعني القنوات الصغيرة او القنوات الكبيرة محدش يستغل موت حد ولا يشهر بحد بعد ما مات. قناة طيبة ام البنات الله يرحمها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويوسع عليها يا رب، ويصبر اهلها يا رب اللهم امين، ويرحمها هي واطفالها وزوجها اللهم امين يا رب العالمين. محدش يستغل موتها يا جماعة. يعني كل الناس عمالة تاخد كده فيديوهات من بتاعتها الصغيرة وتطلعها على القنوات وطيبة ام البنات، وناس خدت اسمها وعملت بيه قنوات تانية. حرام حرام حرام. يعني الواحد بريء من اي حاجة بتحصل في الحاجات التانية دي، وكان ممكن يعني بعد الشر طبعا ان انا اعمل اي حاجة ولا اخد فيديو صغير من بتاعها ولا اعمل اي حاجة وارفعه، بس طبعا ربنا يا رب الغني عن اي حاجة تيجي من وراء حد طبعا متوفي. دي واحدة بين ايادي الرحمن، محدش يستغل شهرتها ومحدش يستغل آه، آه، فيديوهاتها، وان هي ما بقتش صاحبة قناة وان هي خلاص يعني محدش هيدافع عن قناتها ويبدأ ان هو يشهر بيها بعد ما ماتت او كده. فده حرام طبعا، وربنا يرحمها ويرحم امواتنا واموات المسلمين ويشفي مرضى المسلمين ويشفي اطفال سوريا يا رب اللهم امين. ويخفف عنهم ويكون في عونهم اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ده كانت اسباب كتيرة اللي بعد عن القناة الفترة اللي فاتت، وما كنتش لا مهيئة نفسيا ولا ماديا ولا اي حاجة ان انا اطلع على القناة دي صراحة. يعني انا بكلمكم بصراحة، كلنا عارفين بقى الاسعار، يعني الشغل الشاغل للشعب المصري اليومين دول والسيرة الذاتية لكل بيت. يعني بصوا كل بيت اليومين دول وزوج وزوجة احنا هنعمل ايه بكرة؟ طب هنعمل ايه النهاردة؟ سيبوها على الله ومشوا اموركم ومشوا يومكم زي ما هو هيمشي. احنا مش ضامنين، ادينا شايفين اللي بيحصل في الدنيا. يعني ما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. احنا مش عارفين احنا الدنيا فيها ايه، احنا بناكل اللي موجود. فزي ما انتوا شايفين كده انا دلوقتي هفتح التلاجة وهطلع منها اللي موجود عندي وهعمل منه غدا. طبعا الحمد لله برضو في خير من ربنا، مش شرط لحمة وفراخ يا جماعة، مش كل الاكل لحمة وفراخ علشان نقول احنا لازم ناكل لحمة وفراخ، لا مش لازم. في حاجات تانية بتعوض زي ما انتوا شايفين كده. انا هطلع اللي موجود عندي في التلاجة وهبدأ اعمل منه غدوة تحفة، غدوة جميلة جدا وبص صحية ومشبعة وحاجة كده يعني لذيذة لذيذة لذيذة. طبعا احنا عارفين ان اسعار البيض ارتفعت والدواجن واللحوم كل حاجة، والرز والمكرونة والزيوت كل السلع زادت، والناس محتارة وستات البيوت محتارة. اهم حاجة طبعا الرضا، ان احنا نرضى باللي قسمه لنا ربنا في اليوم. يعني انا ربنا قسم لي النهاردة كذا، انا الحمد لله راضية باللي ربنا قسمه لي، وبنحاول بقى على قد ما نقدر ان احنا نلم الدنيا ومش هنحرم نفسنا برضو. هنجيب برضو لحوم وهنجيب فراخ بس على قدنا، وهنقنن شوية. يعني بدل ما كنا بنعمل فرخة كاملة نعمل نص فرخ، نمشي امورنا. يعني لازم نبص بقى كده ايه، نعدي الموجة كده زي ما بنقول. طبعا انا مش قادره اقول لكم على جمال المربى اللي انتوا شايفينها دي، مربى لارنج او الارنج ده اللي شبه البرتقال يا جماعه، او اليوسفي. بس الارنج ده طبعا بيتخلل او بيتعمل مربى. انا عملت مربى بصراحه طالعه جميله جدا، وبما ان انا ما كنتش ناويه ان انا اصور فعملته وما صورتوش، بس ربنا ان شاء الله لو راد ليا يعني ان انا اجيب منه تاني ولقيت منه تاني ان شاء الله هعمله معاكم مربى. لان المربى دي اطعم مربى انا دقتها في حياتي حقيقي وبحق ربنا، يعني مربى جامده جدا. هنعمل ايه؟ عندي جبنه فلاحي كده زي ما انتم شايفين، جبنه قريش بيضه، هعمل منها كده مع طماطمايه وقرنين كده من الفلفل. وعندي هنا لبن رايب. طبعا الاكله شرحه نفسها كده هنشوفها مع بعض، اكله بسيطه. انا طالعه النهارده في الفيديو طبعا متشجعه بيكم، متشجعه بكل الناس اللي قالت لي اطلعي يا سموره. فسامحوني بقى وسامحوا يعني اي قناه صغيره ان الناس مش هتعرف تعمل اللي كنا بنعمله زمان او اللي كانت القنوات الكبيره بتعمله او كده. هنعمل على قدنا، بس يا رب بقى افكار كلها ان شاء الله تنال اعجابكم والناس تتشجع وتقلد بعضها في الافكار البسيطه اللي زي دي.
طبعا انا هقلي بيض، وزي ما انتم شايفين عملت كده الجبنه الحلوه قوي دي، وحطيت عليها كده زيت ذره، وهبدا بقى ان انا اجرنش كده الطبق بتاعي علشان طبعا شكل الطبق كده يفتح النفس. وعندي هنا لبن رايب، لبن انا يعني كنت جايباه لبن حليب وروبته هنا في البيت، وهحط له دلوقتي زي ما هتشوفوا في الفيديو ان شاء الله هحط له قشطه زي ما انتم شايفين كده. طبعا حبايبي بقى انتوا مش محتاجين ان انا اقول لكم انزلوا حطوا اللايك وادعموا القناه وقفوا جنبي علشان طبعا اتشجع بيكم واستمر معاكم. وطبعا يعني الواحد ما يكونش كده محرج من اي حاجه. زي ما انتم شايفين اللبن اللهم صل على النبي، يعني ما شاء الله. لبن حلو قوي، لبن ده لبن بقري كمان مش جاموس يا جماعه، بس اللبن دسم وفي صوص كده زي ما انتم شايفين اللهم بارك. طعمه حلو قوي كده، حاجه بترطب على القلب يعني. طبعا العلبه دي فيها القشطه اللي انا شلتها من على وش اللبن، وهحط كده في كل بوله معلقه من القشطه. طبعا اللبن ده يا جماعه انا جايباه حليب وروبته عندي هنا في البيت، وخدت من على وشه القشطه، وهبدا ان انا احط كده في كل بوله معلقه من القشطه، طبعا علشان يكون اللبن طعمه حلو. يعني احنا هنا في الارياف بنقول عليه لبن محلي، يعني حلو طعمه حلو بالقشطه بتاعته وبالدسم بتاعه. طب هعمل ايه كمان؟ هقلي بقى البيضه كده زي ما قلنا، وان شاء الله بحمر بقى البطاطس اللي انا قطعتها معاكم كده، وهتكون دي الغدوة البسيطة بتاعتنا. غدوة حلوة قوي، انا بالنسبة لي ده كان فطاري، يعني ما كنتش فطرت. فانا بالنسبة لي ده كان فطار، وولادي كان بالنسبة لهم فطار برضه. فجوزي كان فطر وطلع شغله، بس طبعا كان بالنسبة له غدا يعني. فاللهم لك الحمد على اللي انت قسمته لنا يا رب. وطبق حلو كده فيه قرنين من الفلفل وخيارية برضه، وهنا كده حتة من السمنة البلدي، وهنقلي بقى ايه البيضتين كده زي ما انتوا شايفين. ده الفيديو بتاعنا، الفيديو البسيط الحلو جدا اللي طبعا مليان رضا ومليان خير. فيا رب يا رب يكون نال اعجابكم ونال رضاكم، وزي ما قلت لكم محدش ينسى اللايك حبايب قلبي. وعايزاكم تتشجعوا ومحدش طبعا يتبطر او ان هو يكون عنده سخط من نعمة ربنا، وان الاسعار سيبوها على الله ومشوا يومكم زي ما هو. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو مع الأكلة الحلوة واليوم البسيط جدا واليوم اللي كله رضا. وزي ما انتم شايفين شكل المربى حلو وأكلة جميلة. لبن بالقشطة وبطاطس وجبنة ومخلل وحاجات حلوة. ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، وما تنسوش دعم الفيديو بكومنت حلو، واسيبكم في أمان الله، مع السلامة.